ايه افضل وقت تتمرن فيه في رمضان؟ بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش تصلي على النبي وتكتب رأيك في الكومنتات، ويلا بينا. افضل وقت، بص احنا عندنا 3 اوقات في اليوم هنمسكهم واحده واحده، وهخليك انت تختار الوقت المناسب ليك. ليه؟ لان انا ما ينفعش اعمم واقول لك افضل وقت كذا. طب افترض انا مش فاضي في الوقت ده، افترض عندي شغل، فهو على حسب ستايل يومك بيتحدد وقت الايه؟ وقت التمرين. تمام. معانا 3 اوقات. اول واحد قبل الفطار، تاني واحد بعد الفطار، تالت واحد قبل السحور. تعال نمسكهم واحده واحده، يلا بينا. قبل الفطار هو مشكلته في حاجتين. اول حاجه الميه، انك ما ينفعش تشرب ميه، فده ممكن يؤدي لنقص معادن جامد قوي، لان طبعا الميه فيها كميه معادن لا باس بها، انه ممكن يعرضك لجفاف وممكن يخليك ضغط الدم يقل. تاني مشكله انك ما بتبقاش اكل. في مخازن الجلايكوجين لازم في اي وقت تمرين، اي تمرين بشده عاليه، انا بتكلم على الحديد دلوقتي، تمرين بشده عاليه اللي هو بتبذل فيه مجهود، بتعمل باور عالي، بتبذل مجهود عالي، لازم يكون في حاجه اسمها مخازن الجلايكوجين، اللي هي بيبقى فيها تخش الكربوهيدرات، الكرب اللي هو النشويات وكده، بتخش تحول لجلوكوز، والجلوكوز ده بيتخزن في المخازن الجلايكوجين. مخازن الجلايكوجين دي تفضل محتفظه بالكرب لغايه ما احتاجها في وقت الرياضه، تقوم يطلعوها بقى. طب المخازن دي تبقى فاضيه، لان طبعا احنا صايمين ومش اكلين، فده بيأثر عليه، وده ممكن يؤدي لخساره العضلات. تخيل انت بقى رايح عشان تبني عضلات، بتخسر عضلات، والدهون هتخسر دهون، يعني انت هتخسر الاثنين. طبعا دي مشكله كبيره. طب ما نتمرنهاش يعني خلاص وحش قوي؟ لا، كمل الفيديو وانا اقول. تاني وقت معانا بعد الفطار هيبقى عندك الحريه انك طبعا تشرب ميه، عندك الحريه انك بتبقى اكل كويس، مخازن الجلايكوجين زي ما اتفقنا بتكون مليانه، بيبقى كله زي الفل، وبتبقى شارب كويس، وجسمك طبعا بسبب قله الميه فبيبقى متعطش للميه، فاول ما بتشرب ميه اثناء الفطار بياخدها كلها، كل الميه بتخش الجسم، تنزل طبعا في الدم وفي الاوعيه الدمويه وكل الكلام دوت، فالجسم بيستفاد من يعني 90% من الغذاء اللي انت اديتهوله في وقت الفطار. فعشان كده بيبقى ده الجسم في افضل حالاته في الوقت دوت، اللي هو بعد الفطار، اللي هو على الساعه 10 كده. طب انا مش فاضي، تعالى نروح للميعاد التاني. قبل السحور اللي هو في حدود الساعة 12 واحدة، تبقى انت اكلت وجبة قبل التمرين، اللي هي مثلا اللي هي بتبقى الساعة 11 10 ونص، اللي هي بعد الفطار، يعني وجبة بعد الفطار، بعد كده وجبة دي اللي هي قبل التمرين، وبعد كده ميعاد التمرين. ندخل تمرين بقى قبل السحور. مشكلته في عيب قوي، انك بيبقى قدامك ما قدامكش غير وجبه واحده بس بعد التمرين، فده ممكن طبعا هو على المدى القصير مش بيأثر، انما على المدى الطويل بيأثر. طب هل دوت ميعاد وحش؟ لا، عادي، ممكن تبني عضلات عادي في الوقت دوت، وناس كتير عملت كده، منهم انا. قعدت رمضان اللي فات، طول رمضان اللي فات كنت بتمرن قبل السحور. طب فاحسن وقت للتمرين اللي هو بعد الفطار، لان بيبقى طبعا مخازن الجلايكوجين مليانه، معاك ميتك، اكل كويس، وعندك كمان الحريه انك تاكل وجبتين بعد التمرين، ولو عايز تخليهم 3 كمان هيبقوا 3، اللي هو بحيث انت تقدر تدخل البروتين بتاعك بسهوله، تقدر تدخل الكالوري اللي انت عايزها، تقدر تدخل الكربوهيدرات اللي انت عايزها، فده مش هيأثر عليك في البناء العضلي. كل اللي انا بقوله ده في سياق البناء العضلي، يعني بحيث ان انا عايز اطور لياقتي البدنيه، عايز احسن كتلتي العضليه، عايز اخفف الحمل على المفاصل والاوتار بتاع الجسم. طب انا مش فاضي في وقت السحور، قبل السحور ولا بعد الفطار، ما اتمرنش؟ لا طبعا. في الحاله ديت انت يبقى افضل اختيار بالنسبه لك تتمرن قبل الفطار ب 45 دقيقه فقط. 45 دقيقه هتتمرن بشده متوسطه، حلو، ولكن باوزان متوسطه يعني، وتكرار من 15 ل 20 عده، عشان نقلل الاجهاد ونحسن التحمل مع القوه. واتمنى اكون جاوبتك على السؤال. متنساش تعمل لي لايك. باي باي.